الحمد لله بدأت أرجع الفترة دي للتأهيل الأخير إن شاء الله مع كابتن مسلم، وبشتغل شغل الملعب يعني إن شاء الله خلال يومين ولا حاجة أكون موجود مع الفرقة. هي فترة كانت صعبة جدا عليا كمان الفترة اللي في القاهرة، لأن أنا كنت لسه في أول فترات تأهيلي، كانت فترة صعبة، بس الحمد لله الفترة دي فترة سهلة لأن فيها كورة وكده، الواحد بيبقى مشتاق للكورة طبعا أنت مصاب، فبتبتدي ترجع بتبدأ تشتغل كورة، الحمد لله شغال كويس يعني، وإن شاء الله خلال يومين تاني هكون موجود مع الفريق. وأنا بتفرج عليه بيبقى أصعب من تتفرج عليه، هو تبعد عنه مش مشكلة، لكن لو اتفرجت عليه تبقى زعلان ومتضايق لانك تبقى موجود مع فرقه زي كده ماشيه الحمد لله زي الفل. السنه اللي فاتت ممكن نكون ماشيين في الدور الثاني مشينا كويس قوي، لكن الدور دوت الدور الاولاني كله احنا ماشيين اول، فمن الحاجه الكويسه انك تبقى فرحان انك ترجع بسرعه عشان تبقى موجود مع المجموعه اللي موجوده دلوقتي. اكتر شيء بتستفاده خلال الفتره اللي فاتت ايه اللي انت بعدت عنه؟ الصبر. يمكن انا ما كنتش في حياتي كلها عندي صبر زي دلوقتي، يعني انا اتعلمت الصبر بصراحه في الاصابه دي، اكتر حاجه علمتها لي هي الصبر، صبر واهتمام بالاصابه. بنقول الحمد لله اللي احنا وصلنا له احنا وكابتن شريف. شريف كانت اصابته صعبه جدا وكنا لازم نتعالج نفسيا اكتر منه طبيا، لان العمليه كلها كانت مساله وقت، مساله التئام، هو لازم يعدي عليه 6 شهور من تاريخ العمليه او من لحظه وجود المسمار اللي عمله الشريحه. والحمد لله قدرنا نعدي المرحله دي لبدايه فتره التاهيل. فتره التاهيل كانت بالنسبه لنا سهله لان اللاعب ذات نفسه عنده حماس ان هو عايز يرجع الملعب بسرعه، ساعدنا كتير، كان عنده قابليه فظيعه ان هو يتقبل البرنامج التاهيلي بتاعه بكل المعوقات بتاعه بالحمل العالي بتاعه، لحد ما الحمد لله وصل بعد مرحله الالتئام. بدا ان هو يشتغل تمرينات الوسط المائي، بعدها تمرينات الملعب خفيف جري خفيف، بعد كده الحمد لله ان احنا وصلنا دلوقتي للزجزاج الترنات شغل الفوتورك كله الحمد لله. لسه ان شاء الله بكره وهو هينزل مع الفرقه، طبعا في البدايه هيبقى خفيف بس الحمد لله ان احنا وصلنا اللي احنا وصلنا له ده. الحمد لله هو شغال كويس، عنده قابليه كويسه ان هو يرجع ملعب، وده ساعدنا كتير بالنسبه لنفسيه اللاعب.